لو انت من الناس اللي بتعطس كل لما تشم هوا فخلي بالك، لان انت كده معاك ضيف حلقه النهارده. الكلام على ايه يا استاذ حساسيه الانف؟ أنا حساسية الأنف أبسط حاجة عندي العطس والرشح والمناخير المسدودة، وحكة بقى هتوديك في داهية. يعني ممكن نقول عليك دور برد؟ دور برد يا دكتور؟ لا طبعا، أنا مش فيروس ومش عدوى، أنا جهازك المناعي متحمس زيادة. جهاز مناعي متحمس ليه؟ انت واخد حبايه شجاعه قبل ما تيجي؟ هفهمك، أنا لما بشوف تراب أو أي حاجة ماشية في الجو زي حبوب اللقاح كده بفتكرهم أعداء وببدأ حرب عالمية جوه مناخيرك. حرب عالميه كمان؟ انا قلت ان انت واخد حبوب شجاعه. بس السؤال ليك، هو عشان كده بقى الرشح ما بيخلصش ولونه شفاف؟ مالكش دعوة بحب الشجاعة اللي أنا باخدها، وأيوه بالظبط هعمل لك مخاط وعطس متكرر وحكة في الأنف والعين، ممكن صداع وتعب وترابيزات بلياردو وبنج لو عايز. طب وبتظهر امتى يا حساسيه؟ يا عم الدكتور أنا عايزك تفهم، يعني أنا واحد اسمي حساسية هلتزم بمواعيد، باجي في الربيع وفي الشتاء وفي البيت وفي الشغل، أنا مش بتاع مواعيد. ما بيحبش يلتزم بالمواعيد، حاله زي حالنا كلنا. بالظبط، شاطر يا دكتور. طب خلينا نتكلم في الجد شويه، انت كده خطير. لا أنا مش خطير، بس لو اتفهمت، لكن لو سبتوني بقى ويا ريت يعني بحول حياتكم لإرهاق وساعات بقلب لجيبة أنفية أو ربو، فأتمنى تسيبوني. طب ونعمل معاك ايه؟ عالجوني يا خلق، ابعدوا عن المهيجات واغسلوا أنفكم بمحلول ملح وبخاخات أنف مظبوطة ومضادات هيستامين، مش أي حاجة كده والسلام، دي مناخير يا جدعان. يعني خلينا متفقين كده من الاول ان مش كل بخاخه تنفع، عشان كده مش اي حد ياخد بخاخه من نفسه. أبدا على جثتي، أصل في بخاخات للعلاج وفي بخاخات ممكن تدمر الدنيا لو اتاخدت غلط. لازم يروح يكشف عند دكتور انف واذن وهو بعد كده يكتب له العلاج. بالظبط، روحوا لدكتور أنف وأذن هو هيكتب لكم العلاج بتاعكم، مش يمكن ما يكونش حساسية في الآخر وبعدين تتهم بتقول حساسية حساسية تطلع عندك جيوب في الآخر. وزي ما سمعتوا، حساسيه الانف مش كسل ومش دلع ومش دور برد هيروح ويجي، لا دي حاله مناعيه لو اتشخصت صح هتقدر تنظم وتعيش حياتك بصوره طبيعيه. ايوه بالظبط، اسمعوا كلام الدكتور وانا ههدى لوحدي، لكن لو ما سمعتوش بقى انتوا حرين، واعملوا فولو بالمره، هو يستاهل الصراحه، يعني تعب نفسه وجاي يقول لكم شويه معلومات فانا اقدروا اللي بيعملوه. فلو بدات او مناخيرك مسدوده طول السنه ما تستهونش. شيروا الفيديو بقى يمكن تريح حد فاكر نفسه تعبان على الفاضي، اصل العطس مش ببلاش. واكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفتره الجايه.